ورجعنا لكم بهدية الحقيقة، وهدية وطنية عظيمة. وأنا مصر الحقيقة، وربما الكلام ده يبقى غريب على مسامع الناس في الفترة دي. ما عدناش بنسمع غير عن الأزمات والكوارث والمشاكل. بنسمع عن نماذج قدوة للأسف لا تليق إطلاقا. احنا النهاردة بنستضيف نموذج، وزي ما قلت قبل الفاصل، نموذج قدوة. كان مقاتل وهو في القوات المسلحة، ونال نجمة سينا وغيرها من يكفي تقدير كل القوات الجوية لشاب أو لضابط شاب عمل الحقيقة انتصار هو جزء من الانتصار الكبير بتاع أكتوبر 73، ومرة تانية بيحقق انتصار دلوقتي، وربنا يديله الصحة وطولة العمر رغم المجهود رغم السن، لكن لازال يؤدي في القطاع المدني. وفي حاجة عجيبة الحقيقة، هو مجموعة من الوطنيين المحترمين بيشتغلوا على كأنها توأمة مع التعليم الإيطالي. والتعليم الإيطالي الحقيقة كله تكنولوجيا، كل الحاجة اللي احنا عاوزينها، حاجات تقنية، حاجات فنية، كل اللي احنا عاوزينه. بنرحب بسيادة اللواء دكتور حسن محمد حسن، الصديق العزيز ومدير الكلية الجوية الأسبق، وأشياء أخرى كثيرة كلها تشرف. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. وانا اهلا وسهلا. في بس كده لمحه يا ريت نشوفها مع بعض عن لواء دكتور حسن محمد حسن. اتفضلوا. أصر على الالتحاق بالكلية الجوية عام 67 رغم ظروف النكسة والهزيمة التي كانت تجعل الكثيرين يفكرون في الابتعاد عن سلاح الطيران في ذلك الوقت. هو من أمهر الطيارين المصريين، وكان أحد الطيارين العظماء الخمسة الذين تم منحهم نجمة سيناء من الطبقة الأولى لأنهم كبدوا العدو خسائر فادحة. هو الطيار الوحيد الذي تم تكريمه في جلسة مجلس الشعب التاريخية عام 1974 بعد الحرب، نظرا لبطولاته العظيمة، حيث شارك في اشتباكات جوية والقتال المباشر مع العدو جوا وبرا وبحرا. تدرج في سلاح الطيران المصري حتى أصبح مديرا للكلية الجوية ومدير الأكاديمية الجوية للقوات الجوية ورئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ورئيس المعهد القومي للتدريب على الطيران ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوية. هذا البطل حصل على الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال وعلى الدراسات العليا محليا ودوليا في مجالات عديدة، وهو من مواليد عام 1950. هذا البطل حصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية عام 1969 من الكلية الجوية المصرية، وهو في عمر 19 عاما. إنه اللواء طيار دكتور حسن محمد حسن، أحد أبطال انتصار أكتوبر المجيد، الشخصية المنضبطة الوطنية المحترمة، والذي نقدمه كقدوة طيبة تحتذى. إنه فارس من فرسان الوطن. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. الحقيقة أنا مش عارف أبتدي منين، لكن أنا عاوز أقول إن النهاردة بعد اللقطة الجميلة بتاعت العظيمة بتاعت التكريم في أكتوبر 73 ، 'للنهارده حوالي أكتر من 50 سنة.
53. 53 سنة. أنا يشرفني التواجد مع حضرتك وفي برنامجك شرف ليا. الوطني المحترم، وبهني حضرتك على البرنامج. شكرا. حضرتك بتمس قضية أساسية في غاية الأهمية نعم. لمصر، نعم. التعليم. ما فيش شك بعد اللي حضرتك اللي شرحته عن التعليم والمقدمة والتجارب اللي موجودة، فأقدر أقول أنا هحاول ببساطة شديدة جدا للعنوان الموضوع اللي حضرتك مختاره، التعليم والأمن القومي. نعم. فإذا سمحت لي هقول لحضرتك رؤيتي هبتدي بالتعليم وأربطه بالأمن القومي. طب أنا بس عاوز حاجة يا دكتور، سألتك سؤال ما جاوبتش عليه. اتفضل يا فندم. بعد 53 سنة اللحظة دي مثلت بالنسبة لك إيه؟ والنهاردة إحساسك بيها هل اتغير ولا نفس الإحساس؟ لحظة تكريمك كنت ضابط شاب في 73، حضرتك اتخرجت 69 وكان عمرك 19 سنة. 19 سنة يعني وانت عندك 23 سنة تقريبا حققت اللي تستحق عليه نجمة سينا، ومش متكررة ومش كتير اللي خدوا النجمة في التوقيت ده. اللحظة دي بتمثل بالنسبة لك ايه؟ وانا شايف الحقيقة عينيك فيها. اللحظة دي ما اتنستش ولا زالت نفس الإحساس لغاية النهاردة، لسبب بسيط، إن كان الهدف هو تحرير الأرض. الله عليك. فما دام الهدف اتحقق ولا زال باقي نفس الإحساس، لأنه هو ده كان الهدف الأسمى، تحرير الأرض. نعم. طب ايه يعني انت وانت عندك 19 سنة ثم وانت عندك 23 سنة، هل السن الصغير ده في التوقيت ده كان يسمح بنمو الوعي الوطني والولاء والانتماء للأرض دي؟ هل انت في الكام سنة بتوع الكلية الجوال اللي اتعلمت فيها قدروا يوصلوك المرحلة دي، ولا في حاجة سابقة وهم كملوا عليها؟ ما فيش شك في حاجة سابقة وهم كلموا عليها. نعم. الحاجة السابقة زي ما حضرتك في الحلقة الأولى، نعم، وحضرتك اتكلمت عن منظومة القيم. نعم. الأمم تبنى بالعلم، نعم، وتحفظ بالقيم، نعم، وتخلد بالأخلاق. نعم. المنظومة دي في العصر اللي أنا عشته مفيش شك كان التعليم في 3 أسس كانوا مهمين جدا ومتوفرين. نعم. الأم، نعم، والمعلم. نعم. الأم والمعلم والقدوة. نعم. ومفيش شك إن الفترة اللي احنا عشناها من 50 لغاية 67 مليئة بأحداث وطنية، مفيش شك إنها نمت فينا إحساس الوطنية. نعم. وكانت صدمة سنة 67. نعم. لكن الصدمة دي احنا ما أثرتش فينا ولا في شعبنا، لأن كان عندنا إرادة قوية جدا بأن احنا قادرين على استعادة وطننا. يعني نرجع نقول ان كان في مرحلة تم بناء منظومة قيم فيها بالظبط. وفي نهايتها اللي هي في البيت. أيوة. بتربي، تزرع قيم، ومعلم في المدرسة، ودور التربية، ثم بالزبط. تعليم ابتدائي أو أساسي بيعلم وبيكمل دور البيت في التربية. أيوة. وبدأت المنظومة الوطنية في المدرسة. بالظبط. نعم. زمان المنظومة الوطنية كانت متكاملة. نعم. يعني حضرتك الطابور الصباح، أيوة،
وانت بتحضر نعم. رفع العلم. نعم. من الأناشيد الوطنية. نعم. وكان أقدر الفترة دي كلها اللي عشناها أقدر أقول عليها بحق كان الفن أقدر أسميه فن وطني نعم. بكامل مشتملاته. يعني مجموعة روافد الوعي الوطني كانت موجودة. بالظبط. نعم. بالظبط. نعم. لأن تعريف الوطنية هو مفهوم أخلاقي نعم. يصل لدرجة التضحية بالنفس في سبيل الوطن. الكلام ده كلام غريب على مسامع أجيال حقيقي. احنا تربينا التربية دي. أيوة. وهو نفس الإحساس ونفس لو أنا بعبر حضرتك بتعبر عن أجيال. بالظبط. لكن جايز يكون الكلام ده غريب. ايه اللي غرب الكلام على مسامع وعلى عقول الأجيال الموجودة النهاردة؟ هقول لحضرتك مفيش شك العالم النهاردة بيمر بمرحلة مش احنا بس. نعم. العالم كله بيمر بيها بسبب التقدم التكنولوجي. نعم. والتطور وظهور التليفون المحمول. نعم. والثورة التكنولوجية. نعم. وزي ما حضرتك عارف ان النهارده في نظريات بتتكلم عن الاكستندد مايند او العقل الممتد. نعم. بقى في ايد الطفل عبارة عن اكستندد للعقل او امتداد لعقله. نعم. فبيبتدي ياخد معلومات من وسائل وسائل في العالم وخطورتها انها عبارة عن اعلام انا بسميه واقع معزز. حضرتك عارف احنا عندنا دلوقتي ثلاثة واقع فعلي. نعم. وواقع افتراضي. نعم. وواقع معزز. نعم. الواقع الافتراضي تقنية بتمثل الواقع، بتحاكي الواقع بتقنية ثلاثية الأبعاد. نعم. وانت بتبقى عارف انه ده واقع افتراضي. نعم. لكن الواقع المعزز وهو الأخطر نعم. عبارة عن واقع حقيقي لكن بضيف فيه تقنية، صور، كلام، بضيفه بحيث انه بيظهر بطريقة انت بتحس انه ده واقع فعلي. نعم. فوسائل اعلامية نعم. لها مصالحها ولها استراتيجياتها نعم. بتدير هذه الوسائط، وانا اللي بسميها واقع معزز. وهنا الخطورة. العالم كله النهاردة، وحد لحضرتك امثلة زي مدير المخابرات الروسية بيقول انه احنا بنتهاجم بالارتفيشال انتليجنت او الذكاء الصناعي، وبيزيف الوعي العام لينا. نعم. نعم. حضرتك من 48 ساعة بس قريت خبر من أمريكا إنهم بيتهموا روسيا بأنها بتستخدم الذكاء الصناعي في نشر الإشاعات. نعم. بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي بيقول إن إحنا يجب إحنا نراقب الشبكة العنكبوتية لأنها في منتهى الخطورة على النشء وبتزيف وبتعتبر مستعمرات رقمية. فالعالم النهاردة كله بيتأثر
مفيش شك بوسائل الإعلام الغير مسيطر عليها. نعم. هنا بقى الحل التعليم. نعم. طيب يا دكتور، أنا متصور الجسد، أي جسد بشري، كل ما كان قوي وجهاز المناعي بتاعه قوي، كل ما كان قادر على السيطرة مش على كل الأمراض لكن على معظم الأمراض. طيب احنا لما قلت الأم، لما قلت المعلم، لما قلت القدوة، ولنا في أشقائنا الكبار وبعض الناس اللي شفناهم في حياتنا قدوة، أعتقد دول زائد التلفزيون في سياقه الزمني بقى، القناة الأولى والثانية وبرامجه، زائد الدراما اللي كانت موجودة في التوقيت ده، زائد شغل وزارة الثقافة في التوقيت ده، زائد الكتاب اللي كان صديق للناس، أعتقد وأشياء أخرى دي كانت بتقوي جهاز المناعي للإنسان. الكلام ده كله حصل فيه تلاشي الحقيقة، ذابت كل الأشياء، كل الروافد ذابت، وفي نفس الوقت اللي حضرتك شرحته بإسهاب ودقة وانضباط عن المؤثرات الأخرى الأحدث على الأمن الفكري للإنسان. طب وبعدين احنا دلوقتي بصدد، يعني زي ما حضرتك قلت التعليم، هو التعليم أنا متصور ومش باخد وقت حضرتك لكن أنا بس عاوز الناس تبقى معانا يعني. التعليم في الوقت يعني لا الأم، الأسرة عموما فقدت دورها، لأن ما هيش الأم كانت بتزرع والأب كان له هيبة واستحق الهيبة. المعلم كان له دور مهم للغاية. القدوة النهارده مش ما عادش قدوة، لا ده في قدوة سلبية، لا بقى ترند مش القدوة مثلا. فإحنا إذا كانت الحاجات الأساسية اللي ما بتكلفش وتلقائية يعني زي ما بقول لحضرتك لما سألتك، يعني هل حصل نوع من التغير في لحظة بالإحساس باللحظة بتاعة التكريم؟ لا، هي اللحظة قائمة ومتوهجة وهج لا ينتهي. ليه؟ هي جواك. طيب إذا كانت الأم أو الأسرة مش موجودة، الدور اختفى أو غاب، وإذا كان القدوة مش بقى سلبي، وإذا كان المعلم وهو أيضا قدوة، كان قدوة بالنسبة، أول قدوة بنشوفه خارج البيت الحقيقة كان المعلم الابتدائي وكان نموذج. طب إذا كانت دي هي المعطيات أو المدخلات للعقل الطفل، العقل الطفل اللي بينضج على هذه المساحة الخصبة، وبعديها المجتمع والمدرسة والحاجات دي كلها بتزيد من المناعة الفكرية. طب النهاردة ده كله مش موجود، ودخلنا في مرحلة الجيل الرابع والخامس المعزز. طيب التعليم عندنا فيه مشكلة، يعني حتى التعليم فيه مشكلة. طيب ده أمن قومي، ده العنوان اللي احنا اخترناه. تمام. واخترنا حضرتك للربط بين التعليم والأمن القومي. الأمن القومي دي حاجة مهمة للغاية، هي حالة وجود للإنسان. تمام. طب إذا كان احنا بنتكلم عن حالة وجود للإنسان في ظل القاسم المشترك اللي احنا اتفقنا اللي هو التعليم، وهو بهذه الحالة. اتفضل. طيب قبل ما اجاوب على ده هقول حاجة مهمة جدا اللي حضرتك تفضلت واتكلمت بيها، تحصين. نعم. الكلمة دي مهمة جدا. نعم. أنا رأيي إنه أهم حاجة أقدر أحصن بيها ونستطيع إن احنا نشتغل عليها نعم. الهوية المصرية. نعم. نعم. الهوية المصرية نعم. في منتهى الأهمية، ويجب إن احنا كلنا نبقى نقتنع ونشتغل عليها. هو ده التحصين. لأن نعم. هقول لحضرتك نعم. يعني
جوزيف ناي كتب كتاب عن القوى الناعمة. نعم. الحقيقة هو شرحها بطريقة سهلة للغاية ومقنعة في نفس الوقت. نعم. قال إن الاستراتيجيات بتعتمد على مجموعة أركان. نعم. واحد، قدرة الدولة على إنها تعمل نموذج وتجذب الآخرين له. نعم. اللي هو بيسموه في الجيش ايه؟ درس المعلم؟ قدرة لا قدرة حاجة لحضرتك. قدرة الدولة. الحاجة التانية قدرة الدولة على إنها على صناعة النموذج. على صناعة النموذج. لا، النموذج بتاعها يكون جذاب للدول الأخرى. يعني مجتمعات تقدم نموذج أو ما أتخلى أنا عن النموذج بتاعي وأعتبره هو ده المثالي. أتخلى عن الهوية. صح. أتخلى عن الهوية. صح. صح. تمام. نمرة 2، القدرة على السردية الصحيحة. يعني ايه السردية الصحيحة؟ هقول لحضرتك. هو فسرها بطريقة أخرى. نعم. أكثر تركيزا وفهما. قال احنا عايشين في عصر النهاردة، عصر اللي بيستطيع انه يثبت وينشر روايته للأحداث هو فائز اليوم. نعم. من يمتلك المقومات او القدرة بالظبط يستطيع ان يسيطر. بالظبط. نعم. نمرة 3، القدرة على نعم تلوين ثقافة المجتمع. بمعنى هو الثقافة هنا يقصد بيها السياق التاريخي للمجتمع، زي بيكتسب بقيم وقواعد نعم أخلاقية على مر الزمن. نعم. فيبتدي يخلخلها. نعم. فدي كلها دراسات بتؤكد نعم أهمية إن احنا نقتنع ونتفهم أهمية القوى الناعمة في هذا العصر الحديث. وهنا حاجة بقى عند التعليم عشان أربطه بالأمن القومي. نعم. أنا مفهومي للتعليم الحقيقة دايما بتذكر حوار الخالق مع الملائكة. نعم. وربنا جعل آدم خليفة في الأرض. نعم. ولما الملائكة حاوروه وعلم آدم الأسماء كلها. الآية دي في منتهى الأهمية والحوار ده في منتهى الأهمية، لأنه ده معناه إن ربنا لما استخلف الإنسان وآدم الأرض اداله علمه الأدوات اللي يستطيع إن هو يعمر الأرض بيها. نعم. العلم. تيجي المرحلة الثانية، قابيل وهابيل. نعم. لما قتل أخوه وما عرفش يتصرف بعديها، فجه غراب ومثل الشكل المطلوب. فده أول تعليم للبني آدم، التدريب. نعم. في أرقى صوره. نعم. محاكاة. نعم. فربنا استخلف الإنسان على الأرض واداله أدواته، العلم والتدريب. نعم. العلم اكتساب معرفة. نعم.
والتدريب اكتساب مهارة. نعم. العلم والتدريب والابتكار هم سلاح البني آدم في الأرض. عشان كده أرجع تاني وأقول الأمم تبنى بالعلم. طب احنا بنبني دلوقتي، احنا بنقول ان طيب. احنا في حالة نقلة. بعد إذن حضرتك بقى أربط ده بالأمن القومي نعم. والقوى الشاملة. نعم. الأمن القومي في تعريفه قدرة الدولة على حماية مصالحها ومواردها نعم. وأرضها من أي اعتداء داخلي أو خارجي، نعم. مع القدرة على البقاء والتنمية. نعم. الأمن القومي ده هدف نعم. يجب أن نسعى إليه ونحافظ عليه. نعم. طيب، ايه الادوات اللي بستخدمها لتحقيق الامن القومي؟ القوى الشاملة. القوى الشاملة بتقسم لقوة صلبة وقوة ناعمة وقوة ذكية. نعم. مش هخش في التفاصيل. نعم. انما هقولها ببساطة شديدة جدا. اهم حاجتين في القوة الصلبة: القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. نعم. والقوى الناعمة إعلام، فنون. نعم. إنما النهاردة بقى من أهم قوة في القوى الناعمة التكنولوجيا. نعم. يجي هنا بقى في النص الذكاء. الذكاء هو قدرتك على الجمع ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة أو إحداهما في سياقات مختلفة. ليه؟ نعم. لأن تعريف القوى الشاملة هو قدرة الدولة على استخدام مواردها بطريقة تؤثر على الدول الأخرى. نعم. طيب، زي ما قلنا بقى هنربط الأمن القومي تعليم. بالتعليم. نعم. زي ما قلت لحضرتك، التعليم استخدام الأسلوب العلمي مهم جدا في معادلة الاقتصاد. نعم. استخدام الأسلوب العلمي مهم جدا في الاستخدام العسكري في كل المسارات الحقيقة. في كل المسارات. نعم. نعم. في كل المسارات. والمشكلة بقى النهاردة احنا في عصر التكنولوجيا إطار شامل لكل الاتجاهات دي. نعم. لكل الروافد نعم. اللي حضرتك بتستخدمها. نعم. لأن التكنولوجيا برضك ببساطة شديدة جدا هي استخدام العلم. استخدام العلم وتطبيقاته في الحصول على نواتج تسهل الحياة للإنسان. طب ده متاح عندنا؟ حضرتك تقول لا. طب ليه؟ لا، هقول لحضرتك لا. مش هقول نعم. لا. نعم. مش هقول لا. يعني أنا هحدد لحضرتك. يعني خليني أبص لنص الكوباية المليان. نعم. فقط بيستفزك ايه؟ اتفضل. يعني حد لحضرتك نموذج مركز الكبد في المنصورة. نعم. صحيح. صحيح. ده نموذج واضح خالص يعني. احنا العصر اللي احنا عايشين فيه وفي بلدنا، ومع ابص بقى للاحداث اللي حوالينا، وابص ما يمر العالم في غياب عدالة. عصر القوى، لدرجة ان في نظريات النهاردة بتتكلم، يعني احنا دام بنتكلم عن القوى الشاملة. نعم. في نظريات حديثة النهاردة رأيها واستراتيجيتها مسمياها الواقعية الجديدة
والواقعية الجديدة دي نعم. انك تمتلك قدرات مطلقة. نعم. حتى حضرتك لو بصيت على الأسلحة في العالم هتلاقي معدلات السلاح الهجومي في تسارع أكبر كتير جدا من السلاح الدفاعي. ده كلام مظبوط. هتلاقي الولايات المتحدة الأمريكية غيرت من وزارة دفاع لوزارة حرب. حرب. والرؤية الاستراتيجية بتاعتهم الجديدة بتقول بالظبط. بتقول حضرتك الحرب الروسية الأوكرانية ليها دروس كبيرة جدا، وأنا رأيي ومن أهمها ما دام بنتكلم على العلم والأمن القومي. نعم. من أهمها حتى استراتيجيات التصنيع اتغيرت. نعم. بقى التصنيع النهاردة إنه بيصنع بأدوات وأجهزة معيارية قابلة للتبديل والتغيير. نعم. نتيجة التقدم التكنولوجي السريع. يعني أنا كنت دايما بقول إن التكنولوجيا متسارعة. أنا النهاردة التكنولوجيا مش متسارعة بس، النهاردة التكنولوجيا في اضطراد نعم. رهيب جدا. نعم. علشان كده زي ما بقول، عشان كده ارجع تاني لنموذج زي المنصورة. انا مش عايز استنى يبقى التغيير اب داون، لا، احنا في مرحلة يجب ان يكون اب داون وداون اب. في نماذج، وانا بقول النموذج ده بالذات لانه لو حضرتك تتبعته، واكيد تتبعته طبعا من زمان. من زمان. واكيد تتبعته. اه يعني مجهودات فردية. ايوه. والمجتمع المدني ساعد، وبعدين الدولة ساعدت. نعم. بس ده يعني حضرتك، انا مش هتكلم بقى في الجزء السلبي، لا. أيوة. انا عاوز النموذج ده رغم عظمته الحقيقه وعظمه صاحبه اللي يجب ان احنا نذكره بخير، الدكتور محمد غنيم. أيوة. وكل تلامذته اللي جم بعد كده استكملوا المسيره، لكن ده نموذج بالمناسبه، او بالملاحظ ان احنا ناجحين في اللعبات الفرديه، بنحصل على جوائز ذهبيه وفضيه. الالعاب الجماعيه احنا صعب فيها، ما صعب ان احنا نحصل على ده معناها هل معنى كده ان سمه من سمات الشخصيه المصريه انها ما بتقدرش تشتغل كفريق عمل او لم تدرب؟ وهنا نرجع للتعليم. انا متصور ان اي حد فينا من وهو صغير في ابتدائي اتعلم ان يشتغل. احنا يعني واحنا في المدارس كلنا تختة وهي 1 أو 2 فيها. أيوة. في بعض المدارس الاخرى اللي نجحت فيها نماذج التعليم في ديسك ترابيزه، في 4، في 8، وفي عمل معين بيعملوه كلهم. يعني معنى كده ايه؟ ان جايز يكون من سمات الشخصيه المصريه عدم القدره على الاندماج في فريق عمل وتحقيق نجاح بدليل هذا النموذج. يبقى احنا املنا ايه؟ نرجع للتعليم تاني برضو، ونبدا نربي اجيال جديده برضو عشان وصولا للهدف. أيوة. او العنوان ان ده امن قومي. ما هو انت وحضرتك استاذنا، لو هتعلم كويس هيطلع طبيب كويس، هيطلع مهندس كويس، هيطلع نجار كويس، يطلع ميكانيكي كويس. والكويس معناه مش مهارة الأداء بس في تقديري، لا، زي ما قلت حضرتك الإطار الأخلاقي أو القيمي اللي هو الضمير اللي بيحكم كل العملية دي. طيب إذا كان الأساس عندنا في أجيال سابقة ما عادش موجود، معلم، قدوة، وأشياء أخرى. أيوة. يعني مصادر القيم الأخلاقية الدين، واحنا الحمد لله يعني نسينا الله فأنسانا أنفسنا. الإلحاد زاد، بعيدنا خالص عن ربنا. العادات والتقاليد ما عادتش. النهارده يعني وحضرتك نموذج لما بنتكلم حتى مش في علاقتنا بالأب والأم، حتى لما بنتكلم باحترام شديد. ولنا قدوة حسنة في القيادة السياسية، شفنا علاقته بأمه كان شكلها إيه. وده أنا أعتقد أثر جدا في الجانب الإنساني.
في معاملات الفلوس شفناها. الضمير، القانون واحترامه، هل الكلام ده عشان نرجع نرجعه تاني، عشان نعمل منظومة قيم أخلاقية نبني عليها منظومة قيم وطنية ومهنية، لازم نرجع تاني للتعليم الأساسي في ظل، وهل هنستطيع في ظل الثورة اللي حضرتك بتتكلم عليها المعززة، جيل الرابع والخامس المعزز النهارده بمسيرة تستطيع ان انت تعمل حاجات كتير. طيب احنا المسافة بعيدة جدا بين اللي احنا بنتكلم فيه وعاوزينه وبين الواقع الخارجي اللي بيمثل مش تحدي، ده بيمثل تهديد بالنسبة لنا. حضرتك بتذكرني بجاك وولش اللي كان CEO بتاع جنرال الكتريك. نعم. هو كان CEO ناجح جدا وبنى الشركة، وبعد ما استقال او يعني خلص مدته اشتغل في مدرس زائر في علوم الإدارة. نعم. وهو له فكر إداري محترم. فجاك وولش من أفكاره المهمة جدا، عشان أرد على سؤال حضرتك. طيب حاضر، خليني يعني هستنى عليها شوية علشان برضك أنا يهمني القضية اللي حضرتك فعلا أهم من اللي أنا هقوله. الجاب الواسع اللي بين الواقع بتاعنا وبين الناس وصلت لفين. الجاب واسع. نعم. لكن جاك وولش حاضر. جاك وولش قال إذا لقيت، ما هو دايما الجاب ده نتيجة فرق ما بين اللي موجود والمأمول. نعم. فقال لو لقيت الجاب واسع اشتغل على أضعف حلقة. نعم. اشتغل على أضعف حلقة، اخلص منها شوف الحلقة اللي بعديها، واخلص منها وشوف الحلقة اللي بعديها. نعم. يعني هي طريقة إدارية علشان يسهل تناولك للأمور وتعاقداتها المتشابكة. نعم. لكن أنا هرجع تاني عشان بس أقول رأيي في التعليم، فخليني أشرح حاجة مهمة جدا. في الفكر الإداري في 3 أنواع في الفكر. نعم. managerial thinking، وفي strategic thinking، وفي entrepreneur thinking. نعم. العصر اللي احنا عايشين فيه ده احنا محتاجين بشدة للانتربرينير. نجيبه ازاي ده؟ هقول لحضرتك نجيبه ازاي. اهو بقى هو ده الطرف اللي انا عايزه. نجيبه ازاي؟ الانتربرينير اللي هو الفكر الابتكاري المبدع، لانه اللي قبليه المانجيريال، عشان بس للمستمع علشان اسهل الموضوع ويقدر يفهمنا اكتر. نعم. ان المانجيريال ده عنده هدف محدد عايز يوصل له، وعنده وعنده ريسورسز معينه، امكانيات معينه. نعم. موجوده عنده، فبياخد من الامكانيات دي ويحط عشان يحقق الهدف. نعم. الاستراتيجيك اوكي. نعم. لا، بيستطيع انه يخلق امكانيات ويحقق الهدف. انما الانتربرينير ده بقى ده مش موجود هدف، مش موجود هدف. نعم. ومش موجود امكانيات، هو بيخلق الامكانيات وهو اللي بيتخيل الهدف الامثل بالنسبه له ايه يروح له. ده الانتربرينير. طب ده برضه نرجع ما انا هقول لحضرتك بقى هربطه هربطه نعم. بالتدريب. نعم. العالم شاف انه افضل طريقه للتعليم علشان تخلق النوعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي احنا عايزينها، انه بيسموه التعليم الفكر الناقد. نعم. عقليه نقديه. عقليه نقديه. نعم.
العقلية احنا عايزين نربي على العقلية النقديه. النقدية. العقلية النقدية لازم من الصغر أربيه عليها. يبقى بنرجع للتعليم الاساسي. نرجع للتعليم الأساسي. نعم. نعم بالظبط. على فكره انا وهقطع سيادتك بعد اذنك. الرئيس كان بيتكلم من كام يوم وبيتكلم على ان كانوا عاوزين ناس بيشتغلوا في البرمجه والحاجات الرقميه يعني متقدمه، وعملوا مسابقه تقدم لها آلاف، ما لقاش الا 111 اللي يصلحوا بدايه يعني ومؤكد محتاجين تدريب أيوة. فده معناه ان انت المخرجات بتاعتك النهارده بعدك خالص عن اللي حضرتك بتتكلم فيه. طيب هقول لحضرتك يعني مثلا قضية زي اللي حضرتك أثرتها وقلت إن في عندي مشاكل عديدة. نعم. أنا هقول لحضرتك نموذج العالم النهارده بيستخدمه في حل لما تكون التناقضات كبيرة جدا. نعم. وعلى فكرة الأسلوب اللي هقول لحضرتك عليه ده بيشجع ويعود العمل الجماعي. نعم. فكرة الريد تيم والبلو تيم. نعم. حضرتك بعد الحرب الباردة فطلع مفهوم الريد تيم أو المجموعة الحمراء، وحتى احنا في خرائطنا العسكرية بنمثل دايما الأحمر وده المعادي. نعم. والبلو ده الصديق. الصديق. فهي جت من الفترة دي. نعم. المسمى ده. نعم. الريد تيم والبلو تيم بيستخدم لما حضرتك تعمل خطة أو استراتيجية، فبنجيب سينك تانك مجموعة وهي اللي بتمثل الريد تيم. كل دوره انه يبتدي يشوف نقاط الضعف والثغرات في الخطة اللي اتحطت، وبذكاء شديد للغاية يحاور المجموعة البلو اللي هي اخترعت دي. نعم. علشان يفشل الموضوع. نعم. نتيجة كده هتظهر فيه متناقضات. نعم. ومشاكل وأخطاء، يجي فريق التحليل يستفاد بيها ويعدل الخطة قبل إطلاقها. سيادتك بتتكلم في كلام راقي جدا وعالي المستوى، مش عالي المستوى على المشاهد عفوا، لا يعني احنا بعيد خالص عن الكلام ده. انت عارف حضرتك انا عاوزك تتكرم وترجع لمستوايا، مستوى الاداء المتواضع اللي هو بيبحث. لسه احنا بنفحر في الارض بنجهزها او عاوزين نجهزها عشان نزرعها. ما انا قلت لحضرتك لازم اخد الطفل من الاول. نعم. وتبقى استراتيجية التعلم النشط. طب حضرتك تخرجت من الكلية الجوية وانت عندك 19 سنة مع حضرتك، وده سن مهم للغاية ومثير للدهشة، وهو كان جيلكم كان كده طبيعة السياق الزمني كان بيخرجوا جايز أسرع شوية، لكن اللي كان بيعلم واللي كان بيدرب لم يخرج عن السياق الصحيح انه يطلعك ضابط او طيار مقاتل، بدليل انك نجحت في مهمتك حضرتك والجيل اللي كان معاك. طيب ازاي نطبق الفكر ده على، وحضرتك لك تجارب في الحياة المدنية بعد ما سبت الكلية الجوية او بعد ما سبت الحياة العسكرية، لك تجارب مدنية لغاية النهاردة لازلت حضرتك منغمس فيها. هو وانا برجع اقول على حاجة عشان المشاهد الكريم، احنا مش بنطالب بعسكر، يعني السؤال ده مش معناه ان انا عاوز عسكر التعليم، لكن عاوز انقل الفكر المسؤول والمنضبط والذي يضمن نتائج محددة ومطلوبة
حضرتك بتجربتك، لان للاسف احنا الوقت بيجري والموضوع مثير جدا. هرد على حضرتك. منظومة الطيران في العالم منظومة منضبطة، منظومة الطيران، وهي أعلى منظومة في السيفتي. نعم. حضرتك حتى منظومة الطيران في مصر لأنها بتخضع للنظم العالمية نعم. وتفتيشات الإيكاو، نعم. فهي منظومة مرتبطة بالتالي لأنها جزء لا يتجزأ من بقية المنظومة العالمية. نعم. مع إن المصريين هم اللي شغالين فيها في المنظومة. طب ايه الفرق بين المصري اللي موجود في منظومه الطيران حتى المدني مش المقاتل بقى؟ منظومة الطيران المدني زيه زي أي حتة في العالم. ما هو سيستم، ولازم لازم شفت حضرتك؟ لازم يعشق مع الباقي، يعشق والا هيعمل كارثه. بالظبط. طيب ليه ارجع لهنا، ما انا هقول لحضرتك بقى. ارجع لهنا، انا تتبعت مراحل تطورها. نعم. ابتدت الاول ان التعليم والتدريب بيسموه كمبيوتر بيزد تريننج. نعم. يعني بيعتمد على المدخلات، البرامج بتخش في الكمبيوتر، الاساس فيه المدخلات. نعم. اتطور بعديها الفكر وبقى كومبتنسي بيزد تريننج. نعم. بيعتمد على المخرجات، بمعنى شوف حضرتك التغيير. نعم. تكنولوجي. بمعنى ان الطيار ده هيتعامل مع الآلة دي. نعم. فالآلة دي عايزة مواصفات وقدرات وإمكانيات كذا وكذا وكذا. هل هي متوافرة ولا لا؟ أعلمها له. نعم. وتأكد من تمام تعلمها. يبقى أنا بعلم بالقدرات. انقل الشكل ده في مرحلة تالية. نعم. إنه عمل. نعم. بقى التدريب والتعليم evidence based training. الايفيدنس اللي هو الدلائل. نعم. ربط الحوادث وتحليلها ونتائجها بالسيستم، او اخد بالدلائل العلمية. نعم. وابتدي اطور في المدخلات. نعم. والتعليم تمام. والتدريب. دكتور حسن فيبقى انا نعم. عندي 3 حاجات ابص عليهم في التعليم. نعم. انا بعتبرهم 3 حاجات. نعم. اذا سمحت لي بسرعه. حاضر. اتفضل. 3 حاجات اساسيين. انا بعلم طبقا لسوق العمل عشان اخرج لسوق العمل. نعم. اوظف لسوق العمل. نعم. فيبقى الراجل ده هيشتغل في العمل ده، ايه الامكانيات اللي مطلوبه وايه القدرات اللي مطلوبه اعلمها له. ومن بدري. معاك. زي النظام الايطالي اخده من الاعدادي. نعم. طيب، وفي منظومه اخرى، يعني ده عشان يتوظف. نعم. في منظومه اخرى لازم اخلقها، انه يتعلم علشان يبقى صانع سوق، صانع مستقبل. نعم. نعم. والنوع ده هو اللي يبني مستقبل، لان النوع الاولاني حضرتك انت بقيت مستخدم. نعم. لكن مطلوب. نعم. لان نعم. في شغل، في مصانع، في مزارع. نعم. وفي توظيف. نعم. انما النوع الثاني بردك في منتهى الاهميه للاوطان. والثالث لانه بيبني المستقبل. نعم. صانع مستقبل. المستقبل بيشتغل عليه. صانع نعم. مستقبل. نعم. تمام. نعم. نعم. الاثنين دول نعم. في منتهى الأهمية. في منتهى الأهمية. يمكن اللي بنقرأ دايما عليه انه بيتكلم على التوظيف. نعم. انما التوظيف هبقى انا طول عمري كدولة انا مستخدم
لكن انا عايز اكون صانع للمستقبل. صانع المستقبل نعم. هنا نعم. صانع المستقبل هنا نعم. اللي هو بقى الثالث، وهو ده المهم بقى اللي انا نعم. هحكي له بقى حضرتك. نعم. اللي هو المتعلم المثقف. لان النهارده احنا محتاجين لواحد مش بقدرة، بقدرات. قدرات. نعم. حد مثالين: دكتور بيتخرج وبيشتغل طبيب، وفي دكتور آخر مثقف. نعم. أنا عايز المثقف عشان يعمل لي سياسة علاجية. نعم. نعم. إنما الطبيب ده فني وبس. بالظبط. نعم. نعم. التالت ده مهم جدا في منتهى الأهمية، فده ما يجيش إلا بالعلم. فهم الثلاث أصناف دول هم اللي يبنوا البلد. شوف يا دكتور، الأول احنا ما قلناش حاجة لسه. أيوة. يعني احنا لسه الموضوع طويل، ولكن اللي قلته حضرتك مهم للغاية. بشكرك جدا على تشريفك لينا. انت نموذج قدوة قبل أي كلام، وبعد اللي حضرتك قلته نتمنى يكون المشاهد الكريم وصلت الرسالة. وانا يهمني في المشاهد النخبة في المشاهدين، لأن الكلام يصل ويصل إلى متخذ القرار. هو محتاج يسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله، لأن الكلام بيتقال كتير، الأجواء مليانة وملبدة بكتير من الكلام، لكن الكلام المحدد العلمي المبني على تجربة لنموذج ناجح هو ده اللي احنا عاوزينه. الحقيقة يا سادة المشاهدين، بشكر جدا للمرة الكتير سيادة اللواء طيار دكتور حسن محمد حسن. نورنا في البرنامج، اتعلمنا منه وأضاف لنا كتير، وأعتقد إنها مش المرة الأخيرة. إن شاء الله نلتقي مرات أخرى نكمل فيها اللي احنا بدأناه، وهو إن التعليم أمن قومي. ودايما بنقول إذا كنا في الحلقة الأولى ربطنا بين التعليم وقيادة التغيير، وقلنا لن تتغير الأمور إلا بالتعليم، النهاردة المرة الثانية بنقول الأمن القومي، وهي مسألة ذات شأن عظيم الحقيقة، لأنها مرتبطة بالوجود. والأمن القومي حتى المصطلح مش هو المصطلح التقليدي، لا، احنا حتى في أول حلقة قلنا أن علينا أن ننبه إلى أن المصطلحات والمفاهيم التقليدية يجب أن تطور. كان اللي فهمناه من الأمن القومي هي حراسة الحدود، جغرافيا. الأمن القومي ينتهي عند الحدود والجغرافيا، لا، ده من أيام محمد علي لما راح الحجاز وراح ليبيا وراح تحت في الجنوب لغاية بدايات أثيوبيا الحالية، يعني أرض ذهب. كان عنده رؤية الحدود الأمن القومي في تقديري بناء على التجربة المصرية، وللأسف هي بقت واقع النهاردة عند باقي دول العالم. هي كل متر مربع في أي مكان في الدنيا في تهديد لمصر أو لأمننا، وهو كل متر مربع في العالم كله في مصلحة لنا. كل حاجة ممكن نقدر نديرها بشكل أفضل إذا تمكنا من الوصول بالتعليم إلى، للأسف نقول إذا رجعنا تاني للمربع رقم 1 واشتغلنا عليه. الباقي الحلقة اللي جاية إن شاء الله الخميس اللي جاي هنتكلم على طب إيه النموذج بقى الأنسب والأقرب لمصر، وهل هناك إمكانية لتطبيق النموذج ده اللي احنا هنبحث فيه، وأكيد هيجي ضيف محترم على نفس قدر الإجابة على السؤال، ولا نعمل بقى اللي الناس مش بتحبه، نحول التعليم إلى شركات نديها المدارس، وفر الميزانية، ويكتفي دور وزارة التربية والتعليم على الإدارة، وضع المناهج، الرقابة. هنشوف الحلقة الجاية بإسهاب أكتر. نشكركم جدا على تحملكم لينا، وإن شاء الله دايما هنكون عند حسن ظنكم. أشكركم، تصبحوا على خير.
شكرا يا دكتور. عفوا.